حملة مقاطعة كبيرة نضت هذه الأيامات واللي كتشجع على مقاطعة مشاهير السوشيال ميديا. أشنو واقع؟ حملة مقاطعة المشاهير هي الأعلى صوتا بين الترندات، وحاليا الكلام على ردات فعل البعض اللي أكلوا بلوك لأنهم اعمل نفسك ميت، أو أعلنوا لبراندات مقاطعة. بزاف ديال الناس ما عارفينش شنو سبب المقاطعه وكيفاش بدات. داكشي علاش غنديكم في رحله لكيفاش بدات هذه المقاطعه وكيفاش وصلت للمغرب. باش نبداو غنمشيو عند الاجانب واللي كانوا سباقين لهذه الفكره، بحيث انهم قرروا يقاطعوا كاع المشاهير اللي ما كيدعموش القضيه الفلسطينيه وكانوا كيساهموا في الاباده. من بعد العرب غيتبناو هذه الحمله وغيبداو يطبقوها على المشاهير العرب، وكان ليها اثر كبير على بزاف ديال المشاهير اللي بداو كينتبهوا للمنشورات اللي كينشروا وبلي المشاهد ما طلعهمش غير هكاك، ولكن باش يدوي على القضايا اللي كتهم المجتمع وما ادراك الا كانت كتهم المسلمين اجمع. فالقضيه الفلسطينيه هي قضيه مسلمين قبل ما تكون قضيه عرب ومغاربه فقط، وبسبب هذا الشيء بداو هاد المشاهير كيديروا بحساب المتابع. ولكن السؤال المطروح هنا هو اشنو الفرق ما بين هذه الحمله والحمله اللي واقعه دابا؟ الموضوع بدا في دبي مع مشاهير دبي، مع وحده من المؤثرات تما اللي نزلت فيديو على العرس ديالها وورات الناس خطيبها وشحال عندها ديال الفلوس باللي هي لاباس عليها. ما حدث في عرس يومي على لسان شقيقتها؟ انا بكيت بس نزلت، ومتابعين بقاو كيقارنوا ما بينها وما بين العرس ديال المؤثرين الاخرين، وكيتسائلوا منين كيجيبوا الناس كاع هاد الفلوس، وبداو كيركزوا في طبيعه الاعلانات اللي كيديروها هاد المشاهير والكذوب اللي كيغرسوا في راس المتابع، وكيفاش اننا حنا اللي كنطلعوا هاد المشاهير ومن بعد كيبداو يبانوا علينا، وعلاش اغلبيه ديالهم ما كيهضروش المواضيع المهمه اللي كتمس المجتمع بما انهم كيسموا راسهم مؤثرين، ولكن لحد الان مازال ما شفناش حتى شي تاثير ايجابي على الاقل. وكيفاش ان الحرب الفلسطينيه دابا وصلت تقريبا لعامين ومع ذلك ما شفناهمش كيهضروا عليها ولا انهم عاطينا اهميه الى القليل منهم، ورجعوا كيديروا اعلانات لمنتجات المقاطعه. وهذه هي الحاجه اللي مختلفه في هذه الحمله على الحمله الاولى، بحيث في الاول كانوا قاطعوا المنتجات، ولكن دابا المشاهير بحال ولا عندهم واحد الايجو طالع، ومع ان المتابعين كيطلبوا منهم مقاطعه ما بغاوش يقاطعوا وطغاو، ولاو كيحسوا راسهم في عالم اخر بحال هما يفوق منك. ومن بعد ما شافوا هاد المؤثرين اشنو واقع والهجوم اللي داروا بعض المتابعين، ناضوا هما براسهم كيهجموا على المتابعين ديالهم. على شغله ترند على تيك توك صار هجوم علينا كلنا، ما بعرف ليش. بس اني بدي احكي شغله، اكيد راح اشوف حالي على التيك توك شو صعيله ما صعيله مدري شو. نحن ما بنتضايق لو بنشوف هالشغلات، بالعكس بضحك كثير وببسط كثير، لانه بشوف مثلا قديش مثلا ناس بتكرهنا مقهورين. والله اقسم بالله كل ما بنشوف مثلا تيك توكاي انا وشهد او شيء مثلا عم تمسخروا على الانفلونسرز على كلهم، ما بعرف صار حمله هجوم علينا على كلهم، ما بعرف ليش. بضحك يعني. كتحس باللي كاين واحد الفراغ ما بين الطرفين المؤثر والمتابع، بحيث وصل درجه التكبر. هذه المقاطعه اللي وصلت بدورها المغرب وكشفت على الوجوه الخبيثه ديال بعض المؤثرين والمؤثرات المغاربه اللي كيديروا اشهارات لمنتجات المقاطعه وكيسبوا في المتابع. وهنا كيف ما كتشوفوا قدامكم بزاف ديال المشاهير اللي صراحه انا براسي تصدمت منهم، واللي ما احترموش القضايا المجتمعيه، واللي كنعاود نقولها باللي هي قضيه مسلمين وليست فقط مغاربه او عرب، وما شافوش الابادات اللي كتوقع في فلسطين والاطفال اللي كيتيتموا، وباللي المقاطعه هي اقل حاجه نقدروا نعاونوا بها الشعب الفلسطيني. ولكن مع ذلك شي ناس ما قادرينش يديروا هذه الخطوه البسيطه وباعوا المبادئ ديالهم. وهنا غنصدمكم نقول لك باللي حتى المتابع عنده دور في هذا الشيء، بحيث كتلقى فيديوهات ديال التفاهه والفضيحه المشاهدات ديالها عاليه، وفي حاله نفس الشخص الا حط فيديو على موضوع مهم ما كتلقاش مشاهدات بزاف. واكيد من المؤثر كيشوف ان هاد الفيديوهات كيجيبوا لي مشاهدات كيستمر في نفس الكونسيبت. للاسف المتابع في الاصل هو اللي طلع هاد الناس، وداكشي علاش جات هاد الحمله باش تفتح اعين بعض المتابعين على الموضوع. ومن بعد هذا الفيديو وقع الهجوم على عائله هذا الشخص، وبدا المتابع كيركز على موضوع الاعلانات. باش نكونوا فاهمين، هو اكيد الاعلانات كتعتبر واحد الحاجه اللي كيديرها المؤثر باش ياخذ مقابلها فلوس، يعني هذيك خدمته ما عندناش حتى شي تعقيب على هذا الشيء. وبطبيعه الحال المؤثر غيستغل المتابعين ديالو اللي كيشوفهم غير ارقام باش يسوق لمنتج معين وياخذ مقابل ديالو فلوس اللي كتوصل لملايين. ولكن المشكل في نوعيه الاعلان اللي كيدير. والسؤال المطروح هنا هو علاش كيف ما المتابع دار هاد حمله مقاطعه، علاش ما نديروش حمله اخرى اللي كنشجعوا فيها الناس اللي كيديروا محتوى نقي؟ كتلقى بزاف ديال المغاربه اللي كيديروا فيديوهات بكاليتي واعره ومع ذلك عندهم مشاهدات قلال، في المقابل واحد لايح فيديو بلا ما يتعدل في المونتاج وكيدوي على شي فضيحه وكيلقى ملايين كتفرج فيه. وفي الغرب كتلقى قنوات اللي كيديروا مواضيع علميه عندها ملايين مشاهدات. نرجع ونقولها لكم باللي المشاهد هو اللي كيصنع لينا بحال هاد المؤثرين والمؤثرات في السوشيال ميديا، وكل واحد حاضي المؤثر فين مشى وفين غادي وشنو كلا ومع من كلا وشنو شرا وشنو لبس. وتيقوني الا قلت لكم باللي هاد المقاطعه ما غاداش
تستمر، لان المتابع دائما عنده فضول انه يعرف شنو واقع وكيبقى يقلب على الحوايج اللي ناقصاها وكاينه عند هاد المشاهير، وما عارفينش باللي هاد الناس كياخذوا مقابل باش يديروا هاد الشيء وكيستحمروا المتابع. ولكن انت كمتابع عندك الاختيار انك تفرج محتوى اللي حسن اللي يقدر يكون ترفيهي ولكن ماشي بهاد الوساخه. يعني عزيزي المتابع انت اللي متحكم في الخوارزميات وبشكون شهر وشكون لا، لان بزاف ديال المشاهير من بعد ما كيوصلوا لواحد المستوى كينساو الاصل ديالهم وقيمه المتابع وكيوليو يشوفوا غير رقم، وكتحس راسك عايش في دوامه. اليوم يقاطعوا المشاهير غدا يطلعوهم ويقاطعوهم ويطلعوهم وكتبقى غاديه بحال هكا. داكشي علاش المشاهد اللي طلع على المؤثر هو اللي قادر ينزلو.